ممكن اوفر خبرتي ان انا اعمل منتج الكتروني مثلا، ان انا اعمل كورس عن مجال معين اللي انا شغال فيه، اللي الناس عايزه تشتغل فيه. ولكن الموضوع ده ليه شويه عيوب. العيب الاولاني ان انت اصلا لما تيجي تسوق للمنتج الالكتروني نفسه، في 100,000 واحد زيك بيعمل نفس المنتج. تدخل على الفيسبوك وتشوف كام اعلان لمنتج الكتروني، هل بتشتري من حد انت لسه شايفه او حد مثلا بيعمل ران للادز؟ طبعا لا، لانك مش عارف الشخص ده اولا، زائد ان السمعه اصلا بتاعه الفيسبوك ادز مش كويسه. اي حد بيران فيسبوك ادز يبقى نصاب، يعني هي دماغ الناس كده. اذا لو ما دخلنا كلنا على ان احنا نطلع منتجات الكترونيه سهل واي حد ممكن يعمل الموضوع ده، فاذا المنافسه بتبقى شرسه. وكمان انا لو عايز اخرج بره المنافسه، في الشخص نفسه يبقى عارفك. لو انت ظهر لك اعلان لشخصين على الفيسبوك او اي مكان، وفي شخص انت عارفه وشخص انت مش عارفه، هتشتري من الشخص اللي انت عارفه، لان انت جربت حاجه مجانيه قبل كده اللي هو المحتوى بتاعه. العلامه التجاريه او البيرسونال براند بتاعك كموظف او حد بيحاول ان هو يكبر بقت حاجه مش رفاهيه، لان الشخص اللي بيشتري انفو برودكت او منتج الكتروني خاص بالمعلومات ما بيشتريش بس لمجرد ان هو يحصل على المعلومه، لان المعلومه ممكن يجيبها. هو يشتري مسار ان انا اوصل لنقطه معينه، لان المعلومات كتيره جدا وانا مش عارف اوصل للمسار ده. دي الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه، الشخص ده بيشتريك انت.